بتصحي من النوم بس حاسة إنك لسه نايمة، جسمك تقيل وكأنك كنت شايلة جبل طول الليل. بتفتحي عينيكي وبمجرد ما تفتكري كمية الحاجات اللي وراكي بتحسي بقبضة في صدرك، وبتقرري تغطي وشك وتنامي تاني. 5 دقايق اللي بيقلبوا غالباً ساعتين. بتقضي يومك كله في صراع، جزء منك بيصرخ قومي اشتغلي، قومي ذاكري، مستقبلك بيضيع، والجزء التاني بيرد ببرود مش قادرة، ماليش نفس، سيبيني في حالي. وفي آخر اليوم المحصلة 0. فتبدأي حفلة جلد الذات. انتي فاشلة، انتي كسولة، الناس كلها سبقتك وانتي لسه مكانك. بس استني لحظة، لو انتي فعلا كسولة ليه مش مبسوطة بالراحة؟ ليه وانتي ماسكة الموبايل مش حاسة بمتعة، حاسة بتخدير؟ الحقيقة اللي محدش قالك عليها إن ده مش كسل، انتي بتعاني من حالة شلل نفسي اسمها الاحتراق أو البيرن أوت. انتي مش محتاجة تحفيز وتزعقي لنفسك، انتي محتاجة إنقاذ. وفي الفيديو ده هنفك شفرة الحلة دي، وهقولك إزاي ترجعي تنوري تاني قبل ما تنطفي للأبد. يلا بينا، بس الأول ما تنسيش اللايك والشير، ولو لسه مش من أسرتنا ما تنسيش الاشتراك، وسيبيلي تعليق لطيف بيسعدني جدا تعليقاتكم. عشان نكون على نور لازم نعرف الفرق بين الكسول والمحترق، لأن العلاج مختلف تماماً.